السلام عليكم ومرحبا بكم مع كوكب بلقيس. اليوم جبت لكم كيكة اسفنجية رولي القهوة تاع العشية بمقادير بسيطة وناجحة. عندي 4 بيضات، درت الصفار بوحدو والبياض بوحدو. هنا 4 بياض 4 صفار، كاس تاع فرينة، نص كاس سكر، نص كاس زيت والفاني. 4 بياض البيض درت لهم رشة نتاع ملح. هذه الفاني ما كنتش حطيتها في البداية. البيض درت له رشة تاع ملح وطلعته مثل بياض الثلج هكذا. هنا لازم يطلع مليح، يولي كيما الثلج. ومن بعد راح نضيف له السكر بالتدريج 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 حتى نكمل نص الكاس نتاع السكر. مغرف فاني ولازم نصفيها باش نحو هذوك الحبيبات اللي يكونوا في الفاني. احيانا تكون فيها حبيبات. او من بعد رايحين نضيفوا 4 صفار نتاع البيض، نفس الشيء رايحين نخلطوهم ايضا مليح. بعد ما امتزج صفار البيض وخلطناه راح نضيف نص كاس زيت كذلك بالتدريج. هنا راح نجيب الكاس تاع الفرينة نغربلو وندير بشوية فقط ونخلط من الأسفل إلى الأعلى هكذا، من الأسفل إلى الأعلى حتى يتم خليط الفرينة مع البيض. ثم نجيبو صني أو بلاطو نكون حطيت فيه ورق الطهي أو بابي كويسون، دهنتو بالزيت مليح وحطيت فيه هذاك الخليط نتاعنا، نسويه مليح حتى يكون كامل كيف كيف. البلاطو هنا عندي 20 على 30. إلا حبيتوها تجيكم خشينة شوي راح نديروا الحجم تاع البلاطو أصغر من هذا اللي درته أنا. الفرن راهو شاعل. نخبط شوية هذاك البلاطو مليح باش العجين يكون كامل متساوي. هنا بعد ما طابت راح نحطها في منديل هكذا، نحي ورق الطهي، ننزع منها ورق الطهي ومن بعد نقلبها على الوجه الثاني هكذا، وراح نلفها ونخليها حتى نوجد لها الحشو نتاعها. هكا راح نلفها كامل وهي سخونة ونخليها. بعد ما لفيتها راح نجي هنايا، راح عندي كاس إلا ربع حليب بارد، تقدروا ديروا الماء، وعندي سكر كريم شانتي، عفوا عندي كاس كريم شانتي، وعندي ايضا راح ندير لها الكاكاو. الكاكاو لازم تكون لي الريحه نتاعو مليحه وجديد. ما درتش انا هذاك الكاكاو الفونسي، جبتو كيما نقولوا حنايا هذا النوع. عندي 2 مغارف كاكاو، تقدروا تستغناو على الكاكاو وديروا في بلاصتو ممكن ديروا الفلون، ممكن ديروا الياغورت كيما تحبوا نتوما. هنا راح نخلط هذاك الكاكاو مع كريم شانتي، نخلطهم مليح مع بعضهم وهما غبره هكا كيما نقولوا حنا النواشف مع بعضها راح نخلطهم بالمغرف. هنا نقدروا نستغناو على الكريم شانتي، راح نديروا في بلاصتها الكونفيتير او المربى او المعجون، كل واحد كيفاه هي، يعني مربى كونفيتير معجون هو وحده فريده. نجيبوا الحليب كاس الا ربع، نخلط هذيك الكريم شانتي والكاكاو مليح، ومن بعد راح نطلعهم بالباتور حتى يولوا حتى يتبدل اللون نتاعهم ويكون خليط متكاثف. يعني شوفوا هكذا نخلط حوالي 10 دقائق. هنا بدا يتغير الشكل تاع الكريم شانتي والكاكاو، شوفوا بدا يثقل. انا هنا ثقلتها درتها كثيفه بزاف، يعني نتوما ماذا بيا راح نديروها شوي خفيفه على هذه، يعني كي تعودوا تخلطوا فيها هكذا راهي هايله.
انا زدت خليتها حتى ولات كثيفه كما نقولوا بزاف. شوفوا بعد ما كملنا نجول هذيك الكيكه نتاعنا الاسفنجيه نحلوها، نحطوها هذا الوجه اللي كان فوق يعني من الاعلى، راح نحط فيه كريم شانتي، وقلت لكم تقدروا ديروا فيه المربى او المعجون او الكونفيتور. نحلو هذيك لا كريم شانتي، نخلو شويه في الجوانب في الطراف تاعها ما نستعملوهمش فيهم، نسويها هكذا باش تكون كامل على سطح، يعني نسوي السطح تاعها باش تكون كامل كيف كيف. ومن بعد رايحه نلفها، وكل ما نلفها رايحه نزير هكذا، نزيرها باش تكون متماسكه كامل هكذا. شوفوا ما تخافوش كي تحل هكاك من بعد تولي ترجع، يعني تبان لكم هي مشقه ومن بعد تولي ترجع كيما كانت. هنا بعد ما لفيتها مليح هذيك الكريم شونتي اللي بقات لي، انا كنت راح ندير فوق منها سكر غلاسي. كي بقات لي هذه الكريم شونتي وليت حطيتها هي في بلاصه سكر غلاسي. هنا تقدروا ديروا هذه كريم شونتي، تقدروا ديروا سكر غلاسي في بلاصتها. ايضا الكريم شونتي قلت لكم تقدروا تستغنوا على الكاكاو وتخلوها غير كريم شونتي والحليب وحدهم. راح ندير عليها على كامل الجوانب. هنا نحاول نسوي هذيك لا كريم شونتي، نحاول نسويها وتكون يعني نشوف الجوانب كامل راهي فيهم. من بعد راح نجيب ورق الطهي ونمرر عليها من فوق هكا باش يكون السطح نتاعها املس مليح كما نقولوا حنايا. نديرها على من فوق وفي الجنب وكذلك في الجنب اللي منهيه هكذا. بعد ما نكمل كامل نهزها ونحطها في المجمد مدة 5 دقائق إلى 10 دقائق حتى تتماسك، باش يسهل عليا من بعد التقطيع نتاعها، تجيني كي نجي نقطعها تجيني سهلة. دركا بعد ما كملتها هكذا راح نديها مباشرة ندخلها في المجمد كما قلت لكم مدة 10 إلى ربع ساعة هكاك، ونعاود نخرجها. هنا بعد ما تمسكت لي وبردت شوية وجمدت هذيك الكريمة راح نقطعها. الاول هذه التقطيعه الاولى دائما ما تجيكمش مليحه، الحبه الاولى هذيك دائما ما تجيش مليحه هكذا. هاو الشكل تاعها كيفاه جا، هذه الاولى كما قلت لكم دائما كي ما تجيش سوا. ودوكا نكملوا الكيكه هذه تاعنا، ان شاء الله تجربوها وراح تنجح لكم. طريقه سهله جدا وناجحه 100%. ديروها في قهوه العشيه او قهوه الصباح او كي يجيكم ضيف، يعني ثمثم سهله للتحضير غير مكلفه. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها، والى اللقاء مع كوكب بلقيس وفيديو واحد اخر ووصفه جديده من وصفاتي. دمتم في رعايه الله وحفظه.